أبتدي. باسم الآب والابن والقدس واحد آمين. تحل نعمته وبركته الآن وكل أوان ظهرته كلها آمين. يسعدني كل سعادة إن أكون موجود النهاردة في رحاب كنيسة العذراء في مونتريال، كيسة غالية عليا جدا. وفرجوني النهاردة الفيديو بتاع تدشين الكنيسة سنة 81. رجعوني لورا كتير أوي، سنين كتيرة خالص. ودي كانت تقريبا أول ما دشناها. بعد كده رحت التحفظ وقعدنا في السجن 8 شهور. فدي لها ذكريات حلوة الكنيسة ديت، يعني تعتبر آخر كنيسة دشنتها قبل ما أخش السجن. ونشكر المسيح قوي على محبته إنه ستر علينا ويبارك الكنيسة ويبارك في آبائنا الكهنة. والنهارده عندنا آباء حلوين خالص خالص، أبونا سرافيم وأبونا تدرس وأبونا كرولوس، كلهم بركة. والكنيسة اسم الصليب ربنا يبارك، وسعت وانتشرت واتسعت. وأبونا وصلني فرجني النهارده على التوسعات الحلوة، والشعب بيزيد. ربنا يبارك كل عمل مجد اسم المسيح. أتمنى لكم كل نجاح وكل بركة روحية وجسدية، ويكون الكنيسة دي سبب بركة لكل إنسان يخشها، وتساعدكم جميعا على خلاص نفوسكم. دي أهم حاجة. أنا ربنا ما يهموش تعيشوا فين، لكن يهمه تعيشوا إزاي، مع ربنا ولا مش مع ربنا. فربنا بعت لكم كنيسة جميلة جدا جدا جدا، ويعني تحفة حلوة من عند ربنا هدية. فخدوا بركتها وخدوا بركة الخدمة فيها والعمل فيها. وربنا يبارك الآباء الكهنة وتحت إشراف سيدنا الحبيب الأنبا بولس. يعني بنشوف عمل حلو ربنا في مونتريال عموما، وفي المهجر كله بصلوات قداسة البابا. اللي ربنا برضه حط في قلبه إنه يكمل مسيرة البابا كرولوس والبابا شنودة في تأسيس كنايس وإبرشيات جديدة، ويبارك كل عمل مجد اسم المسيح. كل سنة وانتم دايما بكامل الصحة، وكل يوبيل وانتم طيبين. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.